السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل تورتايه 25 في 25. ان شاء الله تعجبكم وتبقى سهله وبسيطه وان شاء الله تقدروا تنفذوها. آه حطيت هنا في العجان، حطيت 3 بيضات، حطيت نص كوبايه ناقصه معلقه كده، وحطيت معلقه محسن ورشه فانيليا، وضربتهم لحد ما عيلوا كده، وحطيت عليهم 300 جرام دقيق سبونج زي ما انتم شايفين كده. حطيتهم على جنب ورجعت نفس الكلام، بس المرة دي حطيت تلت كوباية مية لان عشان يبقى المقدار مظبوط، وحطيت معلقة محسن، وحطيت رشة فانيليا، وثلاث بيضات، و300 جرام دقيق سبونج. ضربتهم كويس لحد ما عيلوا كده، وحطيتهم في الصينية بعد ما اتضربوا كويس. طبعا مسخنه الفرن قبل ما اشتغل. هقلب بس كله مع بعضه كده، وحطيته في جنب من الصينيه، وهدخلهم الفرن على درجة حرارة 180 الرف الأوسط زي ما انتم شايفين كده. هسويهم بقى كويس، وهدخلهم الفرن على درجة حرارة 180 زي ما قلت لكم. حاجة احب اقولها لكم، يعني اما تيجوا تعملوا سبونج نص ونص، يا ريت ما تضربوش الصينية قوي، لان لما بتضرب الصينية قوي الخليط يعني ايه، بيجيش النص بالنص بالظبط. اضربوا الصينيه بالراحه، يعني في ديت انا ضربت مع ان هي باين ان هي نص بالنص اهو بالظبط، بس من جوه الخليط الابيض دخل في الخليط البني زياده يعني. فده بسبب ان انا ضربت الصينيه جامد كذا مره، فالخليط دخل في بعضه. انا ببقى اضربها بالراحه، بس مش عارفه المره دي ضربتها جامد، يعني زي ما تقولوا كده، يعني هي فلتت مني، بس الحمد لله يعني ما وقعتش ولا حاجه. هي فلتت مني فخدت خبطه جامده، فده دخل في ده، الابيض دخل على البني بزياده شويه. تمام. فالاحسن ان احنا نخبطها خبطتين بساط كده، تمام، عشان بس نطلع الفراغات. والاحسن ان احنا نجيب خلة اسنان كده ونمشي بيها كده. يعني شوفوا سبب الضربة ان الاسبونج زي ما انتم شايفين كده دخل في بعضه شوية، بس يعني مش قوي ولا حاجة، يعني كويسة وتمام التمام يعني. بصوا دي نتيجة الضربة. الضربة جت صعبة يعني بخبط الصينية كده على الارض خبطتين قبل ما ادخلها دايما الفرن. بس وانا بعمل كده يعني رزعتها جامد. فانتوا لما تيجوا تعملوا حاجة نص ونص بلاش ترزعوها جامد، انا دايما برزعها بالراحة كده خبطتين وخلاص، وبدخلها الفرن، او خبطة واحدة وادخلها الفرن. المرة دي استقويت شوية فالسبونج الفانيليا دخل على الشوكولاتة حبتين يعني. المهم هنبدأ بقى نزينها زي ما انتوا شايفين كده. بدأت هنا احط السيرب بتاعي زي ما احنا عارفين السيرب بنعمله ازاي، وهنبدأ نحط كده. حطيت طبعا الكريمه بتاعتي زي ما احنا عارفين وعاملينها مع بعض كتير قبل كده. لكل كوبايه ميه لكل كوبايه كريمه كوبايه ونص ميه، معلقتين سكر. السكر مش شرط يكون بودره. انا بشتغل حاليا، كنت الاول لازم سكر بودره لان كنت بخاف ان هو ما يدوبش. فلما جربت في مره ان انا احط سكر يكون ناعم، يكون ابيض وناعم، داب معايا وتمام تمام، مفيش اي مشكله خالص. وحتى ما بدوبهوش قبل ما احط الكريمه عليه، عادي بحط الكريمه عليه مفيش مشكله، وبيدوب برضو بيبقى جميل. فبحط كوبايتين، بحط معلقتين سكر ومعلقه لبن بودره ومعلقه باستر كريم على الكوبايه. تمام. لما احب ان انا اعملها شوكولاته بحط معلقه جناش ومعلقه كاكاو خام. ونصيحه مني اختاروا كاكاو خام اسباني يكون غامق، ما يكونش
ما يكونش فاتح، تمام، لان الغامق بيديكي طعم الشوكولاته، انما التاني ده اللي هو الفاتح ده بصراحه لا، ما عجبنيش خالص. هنا بس بشيل كده حتى ما كانش اتشالت، وبس بقى السبونج بتاعي كويس كده، وبحط عليه الكريمه بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. وزي ما قلت لكم ان في تورتايه عندي بتطلع ب 300 جرام، وفي تورتايه بتطلع 350 جرام، تمام. فده بيبقى علو وده علو تاني خالص. بتبقى الطبقات اعلى، تمام، اعلى من دي شويه التانية يعني. المهم كده بساوي زي ما انتوا شايفين. بالجهة المشنشرة دي بقى، وببدأ اظبط الدنيا كده، وهعمل جنب الفانيليا زي ما عملت جنب الشوكولاتة بالظبط، تمام. بساوي طبعا كويس، واي حاجة زايدة كده عن مكانها ببدأ اظبطها. لازم انا اساوي كويس عشان لما اجي احط الجناش ينزل بسهولة، ما يبقاش فيه يعني في حاجة بارزة كده تقعد تضايق فيها وما تنزلش الجناش على الطروف كويس. ببدأ احط بقى الكريمة بتاعتي التانية اللي هي الفانيليا زي ما انتم شايفين كده، وببدأ اساوي. زي ما انتم شايفين كده بحط الكريمة المناسبة للتورتة اللي هي محتاجاها. هي بتاخد كوبايتين كريمة من الكوبايات المعيارية، تمام، التورتية دي. ببدأ اظبط كده التورتية. بالسكرابر كده المشنشر، وببدأ اظبط الجنوب. حسيت حتة مفلباش كريمة بزودها نفس ما قلته قبل كده. هنا برضو بسوي كده السطح، لازم انا اسوي السطح كويس. بصوا هنا بعد ما عملت الوردات افتكرت ان هي الجهة اللي هيبقى فيها الشغل او وش التورتاية هيبقى جهة الشوكولاتة، فهشتلها. انا كنت هشتلها بعيد عن الكاميرا، فقلت لا، هشتلها قدامكم عشان لو حصل موقف زي ده وحبيتوا تشتلوا الكريمة تشتلوها عادي، مفيش اي مشكلة خالص، وترجعوا تزينوا من اول وجديد، مفيش اي مشكلة، تمام. هرجع اعملها بقى وش الوردة تكون اتجاه وش التورته، تمام. انتوا فهمتوا انا شلتهم ليه؟ شلتهم لان وشهم الجهه التانية، مش وشهم الجهه دي، تمام. هبدا بقى بالجناش بتاعي كده انزله كده زي ما انتوا شايفين كده، وهبدا بمعلقه او باي حاجه، وابدا اساوي الجناش كده. واي حاجه طبعا واقعه على البورد كده ببدا اشتلها احطها عليها من فوق، بس يكون ايدينا خفيفة عشان الجناش بيمسك بسرعة عشان احنا في الساعة، تمام. يكون ايدينا خفيفة كده واحنا شغالين بسرعة كده بسرعة، ونحط الجناش، لان طبعا لو شد منك على التورته وانت ايديك لسه شغالة هيمسك وهيبان شكل الجناش مش لامع ومش هيبقى شكله حلو. هنبدأ نعمل بقى الفاكهة بتاعتنا. انا حبيت ما اجيبش التورته واحنا شغالين كده في الفاكهة عشان تقدروا تستفادوا من تزيين الفاكهة، تمام. ببدأ اعمل 7 في 8 زي ما انتم شايفين كده، وابدأ افتحها بالشكل ده. هتطلع شكل الترس او شكل النجمة زي ما انتم بتقولوا. دي هقشرها وهعملها شرايح. يا ريت تسيبولي تعليقات عشان احس ان في حد يعني متابعني وكده. زي ما انتم شايفين كده ببدأ اعمل شرايح، وكل شريحة اقسمها نصين عشان نبقى متفقين كده. ببدأ اعمل شرايح رفيعة وبدوس على الفراولية كده بايدي، تمام. هبدأ اعمل
زي ما انتوا شايفين كده، اللي هو السبعة اللي هو جناح العصفورة ده. طبعا عملته معاكم كتير قبل كده في فيديوهات، وهنعمله تاني مع بعض اهوت. بعمل واحدة صغيرة واعمل اكبر منها شوية واعمل اكبر منها شوية كمان، زي ما انتوا شايفين كده كم مرة كده لحد اما اعملها كده، وبعدين بلمعها. هنا هاخد جزء من التفاحة كده، هنعمله الشكل اللي احنا كنا عاملينه في الفيديو اللي فات ووريته لكم، بس هعمله المرة دي بالتفاح الاحمر. زي ما انتوا شايفين كده، اشيل واحدة من الجهة دي وواحدة من الجهة دي، وابدأ اطلع تدريجيا كده من الجنب ده ومن الجنب ده، زي ما انتوا شايفين كده. واضغطوا عليها قبل ما ترفعوها عشان يبقوا لازقين في بعض. انا نسيت بس هضغط عليها دلوقتي، مفيش مشكلة خالص، عشان بيفلتوا من بعض. لما تضغطي عليها الضغطة ديت بتفضل ثابتة في بعضها. تمام، بوزع كده عليها الملمع على طول. هنا بقى هبدأ اعمل شكل كده بالجزء اللي باقي 7 في 8 كده، وهكسرها زي ما انتم شايفين اهو. وهعمل قصادها من الجهة التانية في قلب السبعة. تمام، هعملها لوحدي، عملتها. هلمعها بقى كويس واحطها على جنب. انا جبت التورتايه وهنحمل الشرايح. عملت شرايح من التفاح دي لوحدي بقى لان هي مش مستاهله اصلا، فعملتها لوحدي كده شرايح تفاح. فالتورتيه اللي قبل كده ما كانش فيها فراوله، وكمان كنت بادئه بالتفاح الاحمر. المره دي بادئه بالتفاح الاخضر عشان اعمل اختلاف يبقى واضح لاي حد. تمام، طبعا اي شريحه بحطها لازم المعها بالملمع. انا جايبه الجردل الملمع ب150 جنيه، اللي هو الكبير، مش اللي هو الكيلو، هو تقريبا 4 كيلو او حاجه زي كده، مش فاكره والله كان بكام، كام كيلو اصلا. بس اللي فاكراه سعره ب150 جنيه. فالمهم ببدأ ألمع بيه اي حاجه كده. وزي ما قلت لكم استعماله مش بس تلميع بس فاكهه، انا ممكن احطه على الجاتو، وممكن لو تورتايه مطلوبه مني فانيليا بس ومش عايزين عليها شغل كتير بحط عليها ملمع عشان يحافظ عليها ما تشقاش. تمام، حطيت برضو الشرايح اللي احنا عملناها مع بعض، اللي هي الكيوي، كل واحده قسمتها 2 وحطيتها كده. زي ما انتم شايفين لازم تكون شرايح رفيعه عشان ينفع تتحط على بعض. تمام، هاجي بقى بالفراوله، وهعمل كمان رصة فراولة عشان اضيق المكان. حابين تعملوها مش مدورة، حابين تعملوها بالطول، مفيش اي مشكلة خالص، اعملوها بالطول، بس انا حابة ان هي تكون شكلها مدور عشان تليق على الكيوي اللي قبلها. هنا بقى بدأت احط السبعات كده، اللي هو الجناح العصفورة ده اللي انا عملته، وده الكيوي اللي انا عملته معاكم. طبعا بشيل حاجة وبحط حاجة، يعني المهم ان يكون الفاكهة لايقة على بعضها والاماكن مناسبة ليهم يعني. تمام، هنا هرص كام شريحة تفاح كده عشان اوقف عليها الشكل اللي انا عملته. تمام، هنا بقى التفاحة اللي انا عملتها وردة دي هبدأ افضلها كده مكان. تمام كده، زي ما انتم شايفين كده، والشكل اللي احنا عملناه اللي هو مثلثات في بعض ده حطيته ورا كده ورا الكيوي. هنا بقى ده الشكل اللي احنا اشتريناه، اللي كنت شارياه في المشتريات معاكم، لو حابين ترجعوا للمشتريات. انا عامله فيديو للمشتريات كنت شارياه فيها يعني. وطبعا لازم انا اعمل اختلاف، فحطيت بدل الذهبي فضي، هو منه لونين عندي، وحطيت، هي طلبت احط ال3 كيوي 3 كونو ده اللي انا كنت حطاهم، وده اللي هو الشوكولاته الملولوه كنت عاملاها بس ما عملتهاش معاكم بصراحه قبل كده. هعمل لها فيديو باذن الله وانا بعمل ورقه ترانسفير باذن الله. حطيت هنا 2 توت كده، كاندي توت، وحطيت قلب كده جنب بابا وقلب في الوش كده. وهقفل التورتيه من تحت، انا كنت لسه مقفلتهاش، هقفلها من تحت. هما الكوبايتين لما يكونوا ملانين بيقضوا التورتيه. تمام، زي ما انتم شايفين كده. وقفلت طبعا الجنب الابيض، وده شكل التورتيه، يا رب تعجبكم.
وتقدروا تنفذوها بإذن الله. هي بسيطة جدا. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، واكون عند حسن ظنكم في اي وقت. استنوا